حاضر يا بطل. من غير أي كلام جانبي، السكريبت يبدأ حالا. 1 2 3 أكشن. يا مرحبا بأساطير الليجندري آرمي، أقوى وأجدع جيش على اليوتيوب كله. أهو رجعت لكم أهو. أي خدمة يا أساطير، وحشتوني جدا جدا، ومفيش اعتزال ومفيش غياب تاني. احنا مكملين مع بعض وراجعين بأقوى طاقة ومكسرين الدنيا. بصوا بقى، دلوقتي بقيتوا معايا ومعاكم أخبار دمار شامل. وركزوا معايا في الكلمة دي كويس وعلموا عليها، مفيش كدب في الحاجة. آرمي، أقوى وأجدع جيش على اليوتيوب كله. أهو رجعت لكم أهو. أي خدمة يا أساطير، وحشتوني جدا جدا، ومفيش اعتزال ومفيش غياب تاني. احنا مكملين مع بعض وراجعين بأقوى طاقة ومكسرين الدنيا. بصوا بقى، دلوقتي بقيتوا معايا ومعاكم أخبار دمار شامل. وركزوا معايا في الكلمة دي كويس وعلموا عليها، مفيش كدب في الحاجات دي نهائي. هنا في قناتكم هتاخدوا الحقيقة كاملة من غير أي حوارات ولا إشاعات من بتاعة القنوات التانية اللي بتسرح بالناس. والنهاردة المفاجأة الكبيرة إن مش هكون لوحدي. معاكم عمو جي منور القناة، وهيكلمكم ويقول لكم الخلاصة والسر الكبير. طولوا بالكم معايا خالص وركزوا في كل كلمة هقولها لكم أنا وعمو جي دلوقتي، عشان الفيديو ده مهم وتفاصيله كتير. بخصوص قضية حظر لعبة روبلوكس في مصر، المحكمة شغالة وبتناقش الموضوع بالليل، والكل قاعد على أعصابه مستني القرار الفاصل والنطق بالحكم النهائي. الناس عمالة تهري وتقول اللعبة اتقفلت ومش راجعة، بس الأخبار الحقيقية اللي جاية من جوه ومن الكواليس بتقول إن الأغلبية العظمى من التقارير ومن كلام الخبراء والمطورين بتوع اللعبة كلهم ماشيين في سكة إن اللعبة ترجع وما تحظرش. ليه بقى؟ عشان اللعبة لسه منزلة تحديث ذكي جدا وفلاتر أمان قوية للكبار، وده خلى موقف اللعبة في المحكمة قوي جدا فوق ما تتخيلوا. طيب اللعبة هترجع إمتى بالظبط؟ طولوا بالكم كمان واسمعوا الحتة دي. بمجرد ما الحكم يطلع بالليل والمحكمة توافق رسمي على نظام الأمان الجديد، السيرفرات هتبدأ تفتح وتشتغل تدريجياً عند كل الناس في مصر. يعني الموضوع كله مسألة وقت صغير جداً بعد الحكم، وهتلاقوا اللعبة فتحت على تليفوناتكم عادي جداً ومن غير VPN ولا أي مشاكل. يا جيش الأساطير الليجندري آرمي، ركزوا معايا جداً عشان الحتة دي هي أهم حتة في الفيديو كله. كلكم بتسألوا الجلسة هتيجي إمتى والقرار هيطلع الساعة كام النهاردة؟ بصوا يا أساطير، الجلسة ميعادها النهاردة بالليل، والمحكمة بتناقش القضية والتقرير النهائي في الوقت ده. القرار والنطق بالحكم المتوقع هيبدأ يظهر ويبان على أول السهرة بالليل، يعني من بعد الساعة 8 أو 9 بالليل كده. الأخبار الرسمية هتبدأ تطلع والكل هيعرف الخلاصة. وعشان تبقوا عارفين، أيوة، الجلسة النهاردة الخميس صح، وده اليوم الفاصل اللي مستنيينه من زمان. عايزكم دلوقتي حالا يا أساطير تدخلوا في الكومنتات وتكلموا بعض وتتوقعوا، تفتكروا على الساعة 10 بالليل كده اللعبة هترجع تفتح عند كل الناس ونقعد نلعب مع بعض، ولا القرار هيتأخر شوية؟ Legendary Army، ركزوا معايا عشان دي أقوى حركة هنعملها في الدمار الشامل اللي جاي. عايز الكل يركز في الحساب بتاعي على روبلوكس. الحساب اللي هعمل عليه كل شغلنا وتحدياتنا الجاية هو 26W877. يلا دلوقتي كل واحد فيكم يدخل يتابعني